السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هقول لكم ازاي نعمل الصلصه المركزه في البيت واحلى من بتاعه المصانع من مطبخنا مطبخ اميره ومروه. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. معايا 8 كيلو طماطم، ولازم تكون الطماطم طازه وناشفه مش طريه. يعني نجيب طماطم وش القفص كده زي ما بيقولوا. شايفين الطماطم ما شاء الله ما فيهاش غلطه، وده علشان نعمل منها احلى صلصه ان شاء الله. الاول هسمي الله وهبدا اشيل الجزء الاخضر اللي في الطماطم، وبعدين هقسم الطماطميه نصين علشان اتاكد ان الطماطم نظيفه من جوه ما فيهاش اي حاجه. تمام. وهعمل كل الكميه بالطريقه دي. الخطوه اللي قبل دي انا غسلت الطماطم كويس جدا بالميه، وبعد كده جبت طبق كبير مليان ميه وضفت فيه معلقه كبيره خل، ونقعت فيه الطماطم لمده 10 دقايق، وبعد كده غسلتها بالميه كويس جدا. عايزه اقول لكم لما بنعمل الصلصه دي قد ايه بتوفر معانا في الوقت وفي المجهود وفي الفلوس كمان. يعني احيانا بننزل السوق بنلاقي الطماطم سعرها كويس جدا. في الوقت ده تقدروا تجيبوا كميه كبيره وتعملوها صلصه زي ما هتشوفوا معانا دلوقتي وتشيلوها في الفريزر، وبجد هتفرق معاكم كتير جدا. وزي ما انتم شايفين الصلصه من اسهل الحاجات اللي بنفرزها، وانا كمان بعملها لكم بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله مش معقده خالص. تمام. انا خلاص خلصت كل الكميه. هضيف عليها كوبايه ميه وهسيبها على نار هاديه جدا لحد ما تستوي. لو ملاحظين الحله مليانه بس ما تقلقوش، الطماطم دلوقتي حجمها هيقل خالص وهتهبط تماما. ومحضره كمان معايا قرنين فلفل رومي حجمهم متوسط، غسلتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. ومعايا كمان بنجرايه متوسطه. هبدا اشيل قلب الفلفل وهقطع الفلفل مكعبات صغيره. طبعا كلنا عارفين فوائد الفلفل، فيه فيتامين سي، فنحاول على قد ما نقدر ندخله في السلطه او في الاكل علشان نستفاد بالفيتامين اللي فيه. تمام. والبنجرايه دي انا غسلتها كويس جدا، هبدا اقشرها. طبعا البنجر غني عن التعريف، فيه حديد يعني مفيد جدا جدا للولاد. في ناس ما بيحبوش يضيفوا البنجر على الاكل، لكن لو ضفتوه على الصلصه ما بيبانش طعمه قوي فيها، لكن بيديها لون حلو قوي وقيمه غذائيه عاليه جدا. تمام. فنحاول ندخل الحاجات اللي فيها فيتامينات في الاكل للولاد من غير ما ياخدوا بالهم. وهنا هقطع البنجرايه مكعبات رفيعه على قد ما اقدر علشان تستوي معايا بسرعه. جبت كسرولة وهحط فيها الفلفل والبنجر، وهضيف عليهم كوبايه ميه وهسيبهم على نار هاديه جدا لحد ما يستووا تماما، ولو احتاجوا ميه تاني هزود لهم. تمام. خلاص الطماطم استوت وبقت جاهزه معايا. جبت بوله وحطيت عليها مصفى وهبدا انشل الطماطم، وهصفيها كويس جدا من الميه علشان انا عايزه صلصه مركزه جدا، لان الميه دي بتغير طعم الصلصه تماما، فلازم نصفيها كويس جدا. وده الفلفل والبنجر بعد ما سلقتهم. هتقولوا لي ليه ما سلقتيش الفلفل والبنجر مع الطماطم؟ هقول لكم علشان انا عايزه ميتهم علشان فيها قيمه غذائيه عاليه فلازم نستفاد بيها. ودلوقتي هضيف عليهم الطماطم بعد ما ضربتهم في الخلاط. شايفين الطماطم ما فيهاش ولا نقطه ميه. لو لقيت الطماطم تقيله على الخلاط هضيف لها نص كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه علشان تحرك الطماطم جوه الخلاط. وهنا جبت مصفى ضيقه خالص علشان اصفي فيها الطماطم، ودي خطوه مهمه جدا، لازم نصفي الطماطم كويس جدا من الشوائب والبذر اللي فيها، علشان الشوائب دي بتتعب القولون وبتمرر الصلصه، فلازم نصفي الطماطم كويس جدا. ودي كل كميه الطماطم بعد ما صفيتها. شايفين قد ايه لونها حلو؟ ده بسبب الفلفل والبنجر اللي ضفناه عليها، ومركزه جدا علشان صفيت الطماطم كويس جدا من الميه. في الوقت ده هضيف عليها معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار سكر علشان تعادل حموضه الطماطم، وهضيف عليها كمان نص كوبايه زيت، ولازم يكون زيت ريحته حلوه علشان ما يغيرش طعم الصلصه. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهرجع احطها على البوتاجاز تاني وهسيبها تغلي لمده ربع ساعه. تمام. خلاص بعد ما الصلصه بردت تماما هجيب اكياس تلاجة عاديه خالص اهو، وهبدا اعبي فيها الصلصه. هتحطي في الكيس الكميه اللي انت محتاجاها زي ما شفتوا معانا كده، سهله جدا وبسيطه، ما خدتش معانا وقت خالص. هبدا اضغط على الكيس كده واخرج كل الهواء اللي فيه، وهربط الكيس من فوق خالص
وهضغط على الصلصه كده علشان افردها جوه الكيس، علشان لما اجي اطلعها من الفريزر تفك معايا بسرعه. طبعا استحاله الصلصه اللي بنجيبها من بره تكون بالنظافه والحلاوه دي، فيفضل تعملوها في البيت. زي ما قلت لكم هتوفر معاكم في كل حاجه، في الوقت وفي المجهود وفي الفلوس كمان. انا فرزت معاكم حاجات كتيره جدا على القناه، يا ريت تدخلوا تشوفوها، ان شاء الله هتستفادوا منها كتير وتقولوا لي رايكم فيها ايه. هنا جبت المنظم اللي بنحط فيه الخضار فيه فتحات، وهبدا ارص فيه اكياس الصلصه، وهحاول افردها بايديا. تمام، وعلى طول هدخلها الفريزر. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تنوروني وتشتركوا في قناتي علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.